بعد غياب كان لازم ادخل على امي بالسجات. ايوه كان لازم ادخل على امي بالسجات، ما ينفعش ادخل على امي بحاجه كده قليله. قلت يا بنت يا ليلى رجعي بقى كده يعني ايامك الحلوه تاني وايامك الجميله تاني، وخش على امك كده بايدك مليانه. ايوه ما ينفعش اروح لها زياره ابدا وايدي فاضيه. خلاص تعالوا بقى نشوف، نصلي على كده على حضره سيدنا النبي. صلوا على النبي يا بنات، وتعالوا نجري بقى نشوف هنعمل النهارده احلى اكل ايه واحنا رايحين عند امي. بعت كده جبت فراخ صبحه كده، كلمت الفرارجي وبعتها لي، وبعت جبت لحمه فرمتها في قلب البيت. وتعالوا هنعمل شويه حاجات ايه بقى، واللي هتتكلم ونفتح بقى المكرونات دي، واللي هتتكلم وتقول لي العلن والسر والعلنيه والسر. حبيبتي انا مش بطلع صدقه، انا بعمل اطعام طعام. ايوه لازم اروح عند امي باطعام الطعام الحلو ده النهارده. ايوه اطعام الطعام في السر وفي العلن. انا ما بعملش صدقه، الصدقه بقى تعمليها حضرتك، تعمليها في علن في سر براحتك. انا انا بعمل اطعام طعام، ما بعملش صدقات. ده اسمه اطعام طعام. في فرق بين الصدقه وفي فرق بينها وبين اطعام الطعام، واسالي اي حد. تمام. حطيت كده حله على النار، حطيت حته سمنه، نزلت عليها بالبصل، خدته تقليبه حلوه كده، وهنزل باللحمه اللي انا فرمتها عندي في المفرم. تمام تمام. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا بنات. تعالوا بقى نشوف النهارده انا رايحه فين وهعمل ايه. وكان لازم احلى اطعام طعام يروح لامي في الايام الكبيره، في الايام العظيمه، في الايام الحلوه دي. بقالي كتير قوي ما رحت زرتها. مش امي لا، هتشوفوا دلوقتي هقول لكم هي مين امي اللي انا رايحه لها. مش امي اللي خلفتني، لا، امي الروحيه، امي اللي برتاح عندها. انا برتاح في كل يوم اروح لها فيه. لو رحت لها كل يوم ما بزهقش من زيارتها، لان انا بحبها، انا من عشاقها. وتعالوا كده نسمي الله. حطيت ايه بقى على العصاق بتاعي، حطيت ملح وفلفل اسود، حبهان مطحون، وشويه قرفه، وشويه سبع بهارات، واللي انت نفسك فيه بقى حطيه، وورق لوري كده، وقلبت كل الكلام ده. تعالي بقى ندخل على صوص البشاميل. حطيت كده شويه سمنه محترمين لان انا هعمل صاجين. بعد ما حطيت السمنه كده هنزل عليهم بنص كيس من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، او طلع اقل يعني. وقلبت كل الكلام ده، وكنت غاليه بقى جنبي 6 كيلو لبن. بس هنزل بشويه لبن الاول هنا كده، واضرب بالمضرب اليدوي بتاعي الحلو ده. وبعد كده هنزل الحله الصغيره دي في الحله الكبيره. حلو الكلام، مرتاحين معايا؟ تمام. طب يا ليلى انا عايزه اعمل صينيه بشاميل. حط لها 4 معالق سمنه على 4 معالق دقيق. معلقه السمنه في البشاميل عليها معلقه دقيق يا ست البنات. تمام تمام. وهبقى اعمل لكم بقى كده حلقه خاصه بيه. طب تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الحبيب قلبنا يطيب. حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات كده خفاف على البشاميل اللي بيديها طعم حلو قوي. راحه فين يا ليلى بالاطعام الحلو اللي انت عاملاه ده؟ وهقول تاني ده مش صدقه، ده اطعام طعام. لان اطعام الطعام ده والله لو اقول لكم ربنا بيعمل معايا ايه بسببه. ربنا بينجيني، ربنا بيعمل معايا حاجات حلوة. لما كل الناس قالوا لي في سر بينك وبين ربنا، هو ده السر اللي بيني وبين ربنا. يا رب يجعله دايما خير عليا. انا بحب اطعام الطعام، ومن اول ما فتحت قناتي، من اول ما طلعت على السوشيال ميديا معاكم من 5 سنين وانا بعمل اطعام طعام. وانا يمكن اول حد اتكلمت وقلت اعملوا اطعام طعام واعملوا اطباق الخير والحاجات دي. فانا انا واخده عليها من قبل ما اظهر ليكم، من قبل ما اظهر ليكم وانا بحبها. فاعملوا اطعموا الناس، هتفك كروب، هتفك حاجات كتير قوي. لو عندك حاجه متقفله هتتفتح، لو مريضه ربنا هيقف جنبك ويشفيكي. والله اعملوا اطعام طعام، اطعموا الناس، ربنا يا رب يطعمنا من طعام اهل الجنه. طيب تعالي بقى هنا. قلبت اللحمه المفرومه، انا عملت الحاجه اللي انا بحبها. انا بحب اقلب اللحمه المفرومه مع المكرونه. قلبت اللحمه المفرومه مع المكرونه وحته صوص بشاميل، ورصيت كده في الصاج، ونزلت بقى بصوص البشاميل من فوق على الوش. الله الله الله. وتعالوا نشوف، احنا هنسكت على كده، احنا لسه هنعمل حاجات ومحتاجين. عندي كده طبعا انا معصجه لحمه مفرومه كتير. تعالوا بقى نعمل ايه، شويه جلاش رولات كده
قمر على الاخر. فردت كده الجلاش زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. وحطيت كده شويه لحمه معصجه او لحمه العصاج، حطيتها زي ما انتم شايفين بالطول كده، وهبرم ابرم ابرم لحد ما اعملها برمه طويله كده او صباع طويل زي ما انتم شايفين، وفي قلب الصاج، وهرصهم كده جنب بعض. مش هقطع دلوقتي يا بنات، هقطع بعد ما اخلص خالص. تعالوا بقى نعمل واحده كمان مع بعضينا كده. حطيت اللحمه بالطول زي ما انتم شايفين كده، وورقتين، مش ورقه، وعايزه تفردي على ورقه واحده براحتك، ماشي، على ورقتين براحتك. انا فردتها بصراحه على ورقتين عشان تبقى كده الواحده، واحده الجلاش كده حلوه، بدهنه سمنه كده سايحه. الله 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 على الوش، حته سمنه بلدي كده، يا سلام. انفقوا مما تحبون، حتى في اطعام الطعام انفقوا مما تحبون. بتحب اللحمه البلدي اعملي لحمه بلدي، بتحب اللحمه التانية المستورده اعملي لحمه، بتحب الفراخ البلدي اعملي، بتحب ده، ايه اللي يعجبك اعملي. انا عملت معاكم اطعام طعام ايه؟ عملت لحمه، وعملت فراخ، وعملت الكفته، وعملت عدس، عملت فول وطعميه، سندوتشات. ايه اللي في مقدرتك اعمليه. معكيش كل ده، قلت لك 100 مره معكيش كل ده ومش مقتدره تعملي اطعام زي كده. عندك بطاقه تومين يعني ب10 ترغفه معاكي كل يوم في بطاقه التومين، واديهم لجارتك اللي ما عندهاش بطاقه، اللي بتروح تشتري الرغيف بالشيء الفلاني. ماشي، نساعد بعضينا يا بنات، نساعد بعضينا. معايا بقى لتر من اللبن، نزلت عليه ب5 بيضات، شويه ملح وفلفل اسود، وقلبتهم. ومحدش يقول لي رغايه، يعيش حسي وصوتي يا رب ان شاء الله، اللهم امين. وقلبت كده، ربيت اللبن مع البيض، ونزلت سقطتهم بقى على ايه، على الجلاش بتاعي. وبعد كده دخلته الفرن، وحمرت الفراخ، سلقتها وحمرتها. النهارده ما عملتهاش باي صوص ولا اي حاجه، النهارده سلقتها بس وحمرتها. عملت الحاجه اللي كان نفسي اكلها انا. وطلعت السجاد زي ما انتم شايفين كده. الله 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 الله، حاجه كده مش قادره اقول لكم، اللهم بارك. نفتح بقى ونقطع كده، ونجيب الاطباق بتاعتنا بتاعت الاطعام الطعام. راحه فين يا ليلى؟ راحه عند حبيبتي وامي الغاليه السيده نفيسه. راح اصلي هناك واوزع الاطعام ده هناك. انا بعشق السيده نفيسه، انا بحب اروح اصلي في مسجدها، بحس براحه نفسيه، بحس ان انا واقفه كده في راحه نفسيه. يا رب يا رب يحشرنا مع آل البيت يا رب كده، يا رب احشرنا مع الصديقين والنبيين يا رب، اللهم امين. هنا كنت بقطع بقى، بقيت احط خرطة مكرونة، وقطعتين من الرول الجلاش، وربع فرخ، ماشي، دبوس، وقطعة من التاني. انا هنا بس كنت مقطعة عشان اعرف ايه، ياخد ويدي مع نفسه في الحله كده في السليق. تمام، كنت هشويها بصراحه، وبعد كده رجعت في رايي، قلت يا بنت ليلى كل مره تعمليها مشويه، لا المره دي اسلقيها وحمريها، ورش كده على الوش شويه ملح كده. والله الله 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 الله، يا رب يجعل في ايديا وفي ايديكوا سهله وسخيه، يا رب يجعلها في ايدينا طيبه، اللهم امين. وسلام عليكم.